عايزة تعملي فول بالخلطة زي ده، طاجن جميل جدا وفي منتهى السهولة والنظافة. طبعا انت ضمناه وعاملاه في البيت. لو عايزة تشوفي عملته ازاي كملي معايا الفيديو ده للآخر. عندي علبة فول سادة خالص، ما فيهاش حاجة، بصلة متوسطة أو صغيرة، فلفل رومي، طماطم وليمون وفلفل حامي وصلصة، وفي فصين توم. أول حاجة هضرب البصلة الصغيرة دي في الكبة وأخليها أفرمها ناعم. معلقتين زيت في طاسة وأحط فيها البصل لحد ما يصفر، بعدين عليه فصين التوم المهروسين. الفول ضربته في الكبة براحتكم، عايزين تسيبوه زي ما هو، بس لما بيتضرب في الكبة بيبقى طعمه حلو جدا. خلاص البصل هنا بدأ يصفر، حطيت عليه فصين التوم وسيبيهم يتشوحوا شوية. الفلفل الرومي والفلفل الحامي ده طبعا اختياري، لو عايزاه بارد او حامي براحتك، يتقطع صغير ويتحط مع البصل والثوم، ياخدوا تقليبتين كده لحد ما يتبلوا. وبعدين هنحط صلصة الطماطم، هنحط بالظبط معلقة واحدة كبيرة. هنقلب كله مع بعض ونسيبها دقيقة كده بس تاخد تسبيكة سريعة. وبعدين نكون مقطعين طماطماية مكعبات صغيرة، بنزلها بقى على خليط الصلصة والزيت والبصل والثوم، وبعدين بقلبهم لحد ما يتسبكوا، وانزل الفول المهروس في الكبة دقيقتين كده على النار، وطي عليه وافضلي قلبي فيه لحد لما يتسبك. خلاص كده الزيت طلع لفوق، تقدري تحطي بقى دلوقتي البقدونس، بيخلي طعمه حلو جدا. لو مش عندك ممكن تحطي كزبرة براحتك، ممكن ما عندكيش خالص تستغني عنه، بس فعلا طعمه بيفرق. خلاص حطينا البقدونس اللي بيه تقلبتين، وعليه بقى ملح وفلفل اسود وكمون. بتطفي النار بقى وتحطي عصير الليمونة زي ما قلنا. طبعا تخلي بالك من البذر علشان ما ينزلش في الاكل. انا بعصرها كده وبعدين بحط ايدي تحتيها وياخد البذر الزيادة. قلبي وبعدين في طاجن وقدميه، بيبقى طعمه في منتهى الجمال، ينفع فطار او غدا او عشاء حتى، جنب بطاطس محمرة او اي حاجة انت عايزاها. لو انتي لسه ما اشتركتيش في القناة ياريت تدخلي وتشتركي وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد. تابعي الفيديوهات وقوليلي لو محتاجة اي افكار تانية للفطار او العشاء، اكتبيلي في الكومنتات تحت وان شاء الله بعملكوا افكار كتير.